ازيكم يا بنات، عاملين ايه؟ انا طالعه النهارده عشان نتكلم مع بعض وندردش زي ما اتفقنا. نعمل لايف مع بعض عن المشاكل اللي بتقابل مثلا اتنين متجوزين، ايه المشاكل اللي بتواجههم عشان نتلاشاها. وطبعا بما ان انا بقالي 7 سنين متجوزه، فانا طالعه عشان افيدكم برضو من خبره برضو شويه. بتعملي ايه؟ صوتك وطي شويه. ليه؟ انا عامله لايف. انت بتصوريني انا يعني؟ لا بصورك انت، اعمل بيك ايه؟ انا بصور الناس يعني بصور اللايف للناس عندي في الجروب. ماشي ماشي. بس فزي ما بقول لكم احنا النهارده طالعين نتكلم عن المشاكل الزوجيه، ايه اللي بيكون سبب في معظم المشاكل دي. دايما بيكون السبب في معظم المشاكل ان الست مش بتدي لجوزها مساحه كبيره من الاهتمام شويه. مثلا جوزك هيروح الشغل الساعه 8 الصبح، اظبطي انت المنبه عندك، قومي قبل منه بنص ساعه، حضري له فطاره، ظبطي له كده، اعملي له كده جبن بتاع، اعملي له الفطار كده. بس بصور. قومي حضري له كده الفطار، اعملي له جبن بتاع، جهزي له كده كام ساندوتش كده ياكلهم، كوبايه شاي بلبن عشان برضه ما يروح في وسط زمايله يبقى هو قادر كده وعنده قابليه ان هو يشتغل كده. هو الكلام ده لمين؟ بكلم الناس زي ما انا بعمل معاك كده يا شريف، مالك في ايه؟ زي ما انا بحضر لك فطار كل يوم، مش بفطرك انا كل يوم؟ طب خلاص، في ايه مالك؟ بس فكده اول حاجه للمتجوزين ان انت تقومي تحضري له ايه؟ فطار الصبح. طيب بالنسبه بقى لو هو مثلا بيروح شغل في شركه وكده، فلازم يروح فورمال. قلت لك بصور اقعد ساكت. انا بس ادي قصص بقول لهم عشان يعملوا زي ما انا بتعامل معاك. مالك في ايه؟ بس لو هو بقى مثلا بيروح شغله فورمال، فانت تقومي قبلها بيوم بالليل تكوي له لبسه، اكوي له فيها يلبس ايه، حضري له الشراب بتاعه، الجزمه بتاعته لمعيها له، اكوي له قميصه وبنطلونه وجهزهم له عشان الصبح ما يتاخرش بقى على الشغل، يبقى انت كويه له كده وخلاص. بس قلت بس. طيب احنا كده اتفقنا اول نقطه انك انت تعملي له فطاره، تفطريه، تعملي له بقى المكوه بتاعته. تضحك على ايه؟ انت بتضحك على الفيلم ماشي، بس وطي صوتك عشان انا اعرف اصور. حول الله. اسكت. نيجي بقى ايه؟ حته الدلع بقى. دلعيه. هو طالع عينه طول اليوم في الشغل، رجع من الشغل، انت بقى ايه؟ حاولي تنسيه هم الشغل. شريف بس قلت لك. اصل الفيلم ده خلاص طيب عشان خاطر اعرف انا اكمل. بس فانت بقى ايه؟ دلعيه، جه من الشغل تعبان، حضري له بقى العشاء، عصير، مش فاضي بقى هو ابنك عمل بنتك عملت، لا هو جاي بقى يريح دماغه. او ما تتصلش بيه بالتليفون في الشغل في وسط الشغل مثلا، طبعا عشان يعرف يركز زي ما انا كده بالظبط ما بعمل مع جوزي. ظبطي له كده الدنيا. طب مثلا جه تعبان وبعدين اصل فيلم خيال علمي تحفه. ادعكي له رجله طبق كده وبعدين بجد، وبعدين في ايه؟ طبق كده بلاستيك ودعكي له كده رجله بميه سخنه كده ودلعيه. تمام. نرفز، ما تتعصبيش عليه، حاولي تحتويه. حاولي كده انك انت تحتوي جوزك كده، حضري له فطار وحضري له عشاء. ايه يا حبيبي تعبان؟ طب بالراحه تكلميه كده. انا بس حبيت افيدكم بشويه نصايح زي ما انا بعمل. برضه الحته بتاعت ايه، لو هو نزل يقعد مع اصحابه على القهوه طبعا براحته يا حبيبي. طبعا. انا زي ما انا بعمل معاك كده. اكيد. عايز اي حاجه حضريها له، عايز ياكل قال لك جعان قومي على طول حضري له الاكل، قال لك عايز اي حاجه اعمليها له كده على طول. دايما حاولي تعاونيه في كل حاجه. بس هاتي ميه يا حبيبي. طيب عايز ايه؟ عايز ميه اللي قدامك. مشلول انت جيبها لروحك.